أعزائي المشاهدين، رجعنا بعد الفاصل والحوار متواصل مع حضراتكم حول كل ما يتعلق بالشأن العام في مصر، المشهد السياسي بكل تفاصيله وأبعاده. وفي بؤرة وصدارة هذا المشهد نقابة الفلاحين، النقابة التي ولدت من رحم الثورة وأصبحت واقع وحقيقة. وهذا البرنامج منذ اليوم الأول رعى هذه النقابة ودعمها ووقف بجانب نقيبها العام الأستاذ محمد أحمد عبد القادر، وأيضا مستشارها القانوني الأستاذ أحمد عبد الرحيم. وفي الحقيقة النقابة ليها دور قوي دلوقتي ونشاط ملموس، وبتعقد مؤتمرات، وكان عاملة حفل إفطار يوم الاثنين كان حضره نائب رئيس الوزراء وعدد من الوزراء ومن القيادات السياسية. كل هذه القضايا ومشاكل الفلاحين ورؤية النقابة بنحاول نتعرف عليها في هذه الفقرة في الحوار مع ضيوفنا في الاستوديو. بنرحب بالاستاذ مجدي ابو العلا نقيب الفلاحين بالجيزه، اهلا بك في المجلس. ونرحب بالاستاذ بدير حمد نقيب الفلاحين بالمحله، اهلا بك. اهلا بك يا فندم. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم، وايضا مع قرب عيد الفطر كل سنه وانتم طيبين ونقابه بخير. طيب ومصر كلها طيبه بخير ان شاء الله. استاذ مجدي، خلينا نبدا معك، وانت كنت مشارك في المؤتمر الاخير بتاع النقابه في حفل الافطار واللي عقبه مؤتمر للنقابه. ادينا فكره كده عن اخبار المؤتمر ده وماذا تم فيه ومن شارك وايه اهم القرارات اللي صدرت عنه. هو بداية نشكر كل من السادة اللي شرفونا وحضروا، السيد الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء، والسيد لواء أركان حرب محمد عبد العال نائبا عن السيد المشير، وعدد كبير من شباب الثورة اللي شرفونا في هذا المؤتمر والحفل الكبير الخاص بالنقابة لنهضة الفلاح والارتقاء بالفلاحين، وكل من السيد وزير الزراعة ووزير الري وسيد وزير التضامن الاجتماعي، وعن مشيخة الأزهر فضيلة الشيخ محمد عاشور، وفضيلة مفتي الديار المصرية نصر فريد واصل الأسبق، ورئيس الشرفي للنقابة العامة للفلاحين حاليا. على فكرة هم كاتبين اهو التليفون على الشاشة عشان اللي عاوز يتواصل مع النقابة معاك في نقابة فلاحين الجيزة يتصل بهذا الرقم. ماشي يا فندم. وأيضا حضر مندوب عن الكنيسة الأستاذ هاني عزيز، وحضرت اللجنة الشعبية لحماية مياه النيل، كما حضر أيضا المرشحين عدد كبير من المرشحي رئاسة الجمهورية وجميع المرشحين المحتملين وجمع كبير من رؤساء القطاعات في الزراعة والري من أجل النهوض بالفلاح والالتقاء والالتحام مع الفلاحين. كان حشد كويس. قول لنا أهم بقى ما أعلن في هذا المؤتمر. هو حضرتك أهم ما أعلن إن بعد اللقاء ده تم اجتماع مع السيد النقيب محمد عبد القادر والسيد المستشار أحمد عبد الرحيم مستشار النقابة للشؤون القانونية والسيد فريد واصل أمين عام النقابة، بإن هيتم جميع المشاكل بتاع الفلاحين في الإدارة بتاع النقابة وعرضها على السيد الدكتور علي السلمي والسيد اللواء محمد عبد القادر لعرضها على السيد المشير والسيد رئيس مجلس الوزراء للنهوض بالفلاح وحل مشاكله. طيب بإذن الله. أستاذ بدير بقى، أنت نقيب الفلاحين في المحلة وأصبحت عضو في النقابة النهاردة، يعني أنت شايف إيه الدور الذي يجب أن تقوم به نقابة الفلاحين لصالح الفلاح؟ نقابة الفلاحين هتقوم بدور كبير، وأولا قطاع الفلاحين أو نقابة الفلاحين هي هتبقى أكبر نقابة على مستوى مصر، لأن الموظف بيبقى آخر النهار بيبقى فلاح، أي العامل بيبقى آخر النهار بيبقى فلاح لأنه بيرعى أرضه. يعني نقابة الفلاحين هتخدم مش أقل من 30-35 مليون على مستوى الجمهورية. الفلاح اما نبص لتاريخ الفلاح حقه مهضوم على مستوى على مر كتير من الزمن، من ايام الفراعنه كان الفلاح المصري هو لما اهتموا به بقى سند غذاء للعالم كله، ايام الفراعنه ايام سيدنا يوسف وايام اخناتون. لما جه محمد علي وادخل صناعات جديده، صناعه القطن، وادخل صناعات جديده اهتم بها ظهرت الصناعات في مصر وتقدمت مصر في مصر الحديثه. الفلاح المصري هو اللي بيصرف، يعتبر بيصرف على مصر النهارده ودخلها القومي. الفلاح المصري هو اللي حفر قناه السويس. الفلاح المصري النهارده حقه مهضم خالص. الفلاح المصري الوحيد اللي بيدفع ضرايبه على مستوى الجمهوريه. ليه؟ لانه ما بيعرفش يتهرب من الضريبه، لان الضريب بيروح له بيديله الوصل بتاعه بيخلصه. احنا المطلوب للفلاح المصري والنقابه ان شاء الله تعمله اولا توفير المبيدات، لان المبيدات كلها بقت مغشوشه، وغش المبيدات هو جايب اخطر امراض لمصر. ودي المشكله اللي لازم مصر تهتم بها كلها. دي مبيدات محليه ولا مبيدات خارجيه؟ مبيدات خارجيه مستورده. المبيدات المستورده حضرتك بيستوردها القطاع الخاص، القطاع الخاص يهمه انه يكسب.
القطاع الخاص بيضرب المبيدات ديت بيخلطها بمواد كيماويه ما تعرفش تاثيرها ايه على على الثمره نفسها. طبعا ما فيش ارشاد عندنا ولا في اهتمام بالفلاح ولا في قنوات تلفزيونيه بتقول للفلاح ده يعمل ايه او يرش ازاي، لان في حضرتك مبيدات بتفضل في العصاره. ممكن يرش النهارده والمفروض يجمع بعد 15 يوم. الفلاح بيجمع وبيرمي في السوق، بيرمي في السوق 5 طن 10 طن بتوزعوا على كام عيل هم بياكلهم. احنا النهارده التعبان يصرف وما ينتجش، السليم ينتج وما يصرفش. دي حاجه خطيره. اولا انتشار الاوبئه لقله ثقافه الفلاح. طيب احنا هنرجع لك تاني في هذه النقطه المبيدات لان النقطه مهمه، لكن يهمني برضو اعرف من الاستاذ مجدي ابو العلا، يعني اي عضو النهارده بيشوفنا في النقابه على التلفزيون او اي واحد عاوز ينضم للنقابه، لو قلنا ايه الانجازات اللي حققتها النقابه لصالح الفلاح حتى الان منذ ان ظهرت وانشئت، تقول لنا ايه؟ حضرتك الاجتماع الاخير كان في مجلس الاداره، تم انشاء، يعني اتفقنا على تم انشاء اللجان بالقرى والمراكز والكفور والنجوع ونهايه بالمحافظات. والاجتماع الاخير كان الساده نقباء المحافظات مع السيد النقيب والسيد المستشار على اني هيعمل مجلس اداره كل قريه ومركز والمحافظه، هيتعمل فيها محضر جلسه ويتم سرد جميع المشاكل وتصعيدها للجنه المحافظه ثم لمجلس اداره النقابه وعرضها على الساده المسؤولين. بالنسبه للاجتماع اللي فات وعرض المشاكل على الساده المسؤولين، كان من ضمن المشاكل في مشكله اساسيه وبتهم كل مصري بالنسبه لبطايق التموين، في نقص في منتج الرز. فاجتمعت النقابه والسيد المستشار والسيد النقيب اقترحوا على السيد وزير التضامن الاجتماعي، وعرضنا على السيد الوزير الاقتراح ده في المؤتمر اللي فات، الا وهو ان ما دام في مشكله بالنسبه للرز في بطايق التموين يبقى احنا عندنا حلها. عرضنا الحل على السيد الوزير. هو إيه بقى؟ قلنا له حضرتك ممكن حضرتك ترصد مبالغ ماليه من وزاره التضامن الاجتماعي وانت حضرتك تشتري بيها الرز، لان في حصاد دلوقتي تم حصاد فتره وفي حصاد الشهر الجاي في حصاد تاني، فحضرتك توفر مبالغ ماليه تشتري بيها الرز ويتخزن في المخازن بتاع وزاره التضامن، وبعد كده هيبدا ساعه ما يجي يصرف للبطايق التموينيه هيبقى المخزون موجود، والوزاره تبقى اشترت الرز ده بمبالغ بسيطه. لو ما حصلش كده هيتم ايه بقى؟ ان التجار هيشتروا الرز من الفلاحين وهيتم تخزينه وتعلية اسعاره، وهتيجي الوزاره هتيجي تشتري الرز مش هتلاقي، هتضطر ان تشتريه منين؟ من التجار، هتشتريه بمبالغ عاليه. فقلنا لسياده الوزير ده هيبقى اهدار للمال العام، فارجو تخصيص مبالغ ماليه لشراء الرز وتخزينه لصالح الوزاره عشان ما يتمش استغلال التجار لمنتج. يعني ما يبقاش في وسيط من الفلاح للوزاره. لان في مشكله دلوقتي، ما انت حضرتك تسال اي فلاح او اي مواطن في مصر هتقول له انت ايه المشكله؟ يقول لك الرز انا ما بناخدوش، وممكن ياخد نص الرز والنص الثاني ما فيش. ده ناتج على اني الوزاره في سياستها السابقه ما اشترتش رز لصالحها وفي تخزينها وفي صوامعها لحسابها عشان توفي بطايق التموين. فاحنا اقترحنا النقابه، السيد المستشار احمد عبد الرحيم والاستاذ محمد عبد القادر والاستاذ فريد واصل بمجلس الاداره جميعا بان الاقتراح ده لازم يتم على السيد الوزير، وفعلا اقترحنا الاقتراح ده، والسيد الوزير وعدنا بانه هيدرس الموضوع ده على الوزاره ويتم تفعيله. مظبوط. طيب الاستاذ بدير بقى، انا هرجع لك تاني في نقطه انت اثرتها مهمه جدا، موضوع غش المبيدات، لان ده يهم كل مواطن. تمام. يعني قول لنا كيف نواجه هذه الظاهره الخطيره والاجراميه في حق الشعب وفي حق الفلاح، وايه الدور اللي ممكن تلعبه النقابه عشان تواجه هذه الظاهره؟ النقابه هتقوم حضرتك باستيراد المبيدات وتوزيعها على النقابات الفرعيه في المحافظات وفي القرى او في المراكز بتاعتها علشان توفرها للفلاح بسعر يرضي ويكون مناسب ويكون فعال وما يكونش له اثر جانبي على صحه المواطن. عندها موارد ماليه ممكنه من هنجيب من الاشتراكات. بقول لحضرتك احنا هنبقى اعلى نقابه على مستوى الجمهوريه، هنبقى 30 في اشتراك 12 جنيه في الشهر و3 جنيه رسوم اداريه، يبقى 15 في 30 مليون يعملوا مبلغ. وهنعمل موارد ثانيه، يبقى لنا موارد الشرعيه بتاعتنا ان اي فلاح يروح يصلح يعدل بطاقه او ينقل حيازه ان ياخد زي ما كانت التعاونات بتاخد، والتعاونات النهارده فيها فلوس كتير جدا مرميه في البنك في نقل. وتقدروا تتفقوا مع الحكومه طابع دعم الفلاح. طبعا بنعمل كل حاجه، ما ننساش ان حضرتك دي نقابه بقى لها وليده، بقى لها 4 اشهر ومولوده من رحم الثوره زي ما حضرتك اتفضلت في المقدمه وقلت الكلام ده الكلام الطيب ده. فاحنا بقى لنا 600,000 دلوقتي. 600,000 600,000 ولسه طبعا ان شاء الله. كم واحد في المحله؟
عندك كم عضو؟ انا لسه ماسك النقابه بقى 4 ايام. يعني بجمع لسه انا بجمع كده. انا مش هو المفروض النقيب ده يجي بعد ما يجمع ناس ويختاروا نقيب، ولا انتوا ليا الامر ده بقى اول واحد يجي بيبقى نقيب وبعد كده انا هقول لحضرتك انا موكول ليا الامر ده بقى 4 ايام. واخد بال حضرتك؟ من يوم قبلها بيوم كنا معتمدين في النحريه في المركز في الغربيه مركز كفر الزيات في حفل افطار هناك ومؤتمر، وجيت بعد مؤتمر القاهره، والنهارده جيت بعد لان احضر مع سيادتك هنا في قناه يعني عندك مسؤوليه دلوقتي ان انت تشكل بقى النقابه في المحل. كبيره. انا هقول لحضرتك على حاجه، انا رحت امريكا ورحت اليابان. احنا عندنا هنا كل عماره فيها دكتور. طب حضرتك في اليابان في اليابان 70 80 كيلو على مليون، ورحنا لقينا المستشفى فاضي. اليابان ما بترضاش تستورد مواد غذائيه من الشرق الاوسط عشان فعل تشيرنوبل، بلد بتخاف على نفسها. اما نيجي نبص لليابان بلد عندهم حصلت حاجه برضه ما تنساش ان دي حاجه طبيعيه ما بيتحكموش فيها، وهيقدروا يتغلبوا عليها ويعيدوه، والين بتاعها ما نزلش بالرفع. هتيجي النهارده البلد الوحيده اللي ما فيهاش ماده خام. وشوف فيها تاني دوله على العالم. احنا عندنا ماده خام وعندنا جو حلو وعندنا قناه السويس وعندنا زراعه وعندنا صناعه، بس للاسف احنا عندنا كل ما هو ماده خام عايزين نصنعه داخل البلد. بالنسبه للرز الاستاذ مجدي اتكلم فيه. احنا عايزين النقابه هتبقى مسؤوليتها ان شاء الله، وهتحط قدام الوزارات المعنيه الاسباب دي. عايزين نرجع للدوره الزراعيه. ايه معنى الدوره الزراعيه؟ الدوره الزراعيه ونعمل حصر فعلي على ارض الواقع. دي اللي لغاها الدكتور يوسف. انا هقول لحضرتك اهو. قال لك حريه للفلاح يزرع اللي هو عايزه. لا مش حريه، انا هقول لحضرتك ننهض بالشعب المصري. انا فاكر على فكره انا متابع انا هقول لحضرتك ننهض بالشعب المصري ازاي. انا لابس بدله لكن فلاح برضه. ماشي على دماغنا من فوق. النهارده حضرتك ننهض بالفلاح المصري ازاي وننهض بالشعب المصري ازاي. احنا لما نعمل حصر فعلي للاراضي الزراعيه على مستوى الجمهوريه. اولا الفلاحين التهمت كتير من الارض الزراعيه. ما بقاش في حصر فعلي على ارض الواقع. انا عايز اعمل حصر فعلي على ارض الواقع وازرع قدر كفايتي من للفلاح وللمواطن المصري على مستوى الجمهوريه، قدر كفايتي من الارز بلاش اصدره. ليه بلاش تصدره؟ احنا بنبص للادويه بنستورد 95% من الادويه، ما نزرع نزرع مواد من نباتات عطريه. خلينا نركز بس في النقاط انت قلتها لي، انت فعلا انت لمست نقاط مهمه. انت من ضمن مطالبكم عوده الدوره الزراعيه. عوده الدوره الزراعيه دي تيجي بقرار اداري من وزاره الزراعه ولا يجي ازاي؟ هيجي بقرار اداري. انا هقول لحضرتك على حاجه، هو اولا الاعلام عليه دور كبير. والفلاح هيلتزم؟ ما انا هقول لحضرتك اهو، الفلاح امتى يلتزم؟ الثقافه بتاع اي بني ادم بيكتسبها بايه؟ يا بيكتسبها بالدراسه يا يكتسبها بالسمع. والفلاح المصري عندنا ذكي وعندنا نبيه. لو التزم بالدوره الزراعيه وصورت له حقل مزروع وزراعه والانتاجيه بتاعته علب، هو يهمه المكسب. هيعمل ازاي؟ انا بتكلم دلوقتي في نقطه تهم مصر بحالها. يعني احنا بندور، احنا لما نزرع لما نزرع 2 مليون فدان مثلا على سبيل المثال رز، احنا اكتفائنا الذاتي منه اللي يكفي مصر في خلال السنه 1 مليون فدان. ما تنساش ان الرز بياخد ميه اكتر طبعا، واخد بالك؟ انا ميه اكتر، الميه الاكتر ديت انا هزود بها بتاع ده افقي، زراعه افقيه وفي زراعه راسيه. هقول لحضرتك عليها تاني النقطه الثانيه بفكرني بيها. احنا دلوقتي ادام 2 مليون فدان ياخدوا ميه كتير يبقى كفايه المليون دي. طيب هتقول لي الفلاح هينظلم لانه ممكن يورد، نرجع التوريد ال 1200 كيلو على الفدان. احنا عايزين الاكتفاء الذاتي المصري. طيب ما يبقاش استثمار ولا يسمى استثمار اما يبقى الفدان يجيب 3 4000 جنيه 5000 جنيه في السنه. فدان ب 300 400 الف جنيه وممكن يوصل نص مليون جنيه. ما احنا مش عايزين نظلم الفلاح، لان انت بتنادي النهارده بتقول انا عايز انادي النهارده بحد ادنى للموظف. الموظف كام مليون على مستوى الجمهوريه؟ 6 مليون؟ 5.5 مليون. 5.5 مليون. الفلاح يروح فين؟ لما انت عايز تقبض الموظف بتاع ده مليون بتاع ده 1200 جنيه. برضه هنقف عند النقطه ديت وهنرجع لك تاني. اتفضل. لكن برضه نشرك معانا في الحوار الاستاذ مجدي قناقيب الفلاحين في الجيزه، ونشوف انت قبل كده طرحت كذا مشكله عندكم في الجيزه. حاضر. اولا نمره واحد عايزين نطمئن المشاكل دي اتحلت ولا ما زالت قائمه؟ هقول لحضرتك الاجتماع الاخير بتاع مجلس اداره النقابه في مشاكل وردت لنا كتير، وفي مشاكل اتحلت وفي مشاكل ما اتحلتش. المشاكل اللي ما اتحلتش قرر مجلس الاداره بان تقوم اللجنه على ارض الواقع تعين هذه المشكله. في مشكلتين كبار جدا، ففعلا قام الاستاذ محمد عبد القادر والسيد المستشار احمد عبد الرحيم والاستاذ فريد واصل وجمع من الاخوه الاعضاء بالنقابه على ارض الواقع. بداناها من ايه؟ هي حضرتك مشكله تخص الايه؟ وزاره الري والصرف الصحي. بالنسبه لحضرتك ترعه المنصوريه ومصرف اللبيني وترعه المنصوريه والمريوطيه والمصرف المجاري العمومي، دول ماشيين في محافظه الجيزه على طول حوالي 65 كيلو.
دول صرف زراعي وميه للري فقط. تم دلوقتي في الايام اللي فاتت دي محطه ابو رواش ومحطه الهرم ومحطه التنقيه ومحطه الحلزونيه اتجمعوا كلهم، والله اعلم خدوا بقى مين وزير مين في الري او مين وكيل وزاره الري اداهم تصريح انهم يرموا ميه الصرف بتاع الاربع محطات دول على ترعه المنصوريه ومصرف الليبيني وترعه المريوطيه والمصرف المجاري العمومي. دول حضرتك بياخدوا المجاري وبيمشوا حوالي 60 كيلو، والمزارعين حوالين المصارف دي تسقي الزراعه دي كلها، بس ما بيشربوش. ماشي، مفيش محطات هنا تحليه للميه. نيجي عند قريه المنصوريه، الليبيني يرمي في المريوطيه وترعه المنصوريه ترمي في المريوطيه ويمشي المصرف مع المريوطيه عند النفق بتاع نيكلا وبرقاش ينزل بصحارى. يعني بعيدا عن التفاصيل لا ده انا حضرتك ده عشان ايه؟ انا عاوز اقول ايه؟ ان احنا عندنا مشكله ان انت انا هوصل لنهايه المطلوب ايه؟ المطلوب هو حضرتك بعد النفق اللي بيعدي من على تحت رياح البحيري ورياح الناصري بيمشي حوالي 15 كيلو برضه المصرف ده مجمع مياه صرف صحي. بيرمي فين بقى؟ في فرع رشيد العمومي. طب فرع رشيد ده عليه 4 محافظات في الدلتا في الشمال الغربي. الاربع محافظات دول حضرتك في محطات تحليه بتحلي الميه للمواطن بنشرب منها. احنا الاول كان بيزرعوا بس، وطبعا حتى الزراعه ممنوع ان انا ارمي صرف صحي. صرف زراعي ماشي، بحوله من الميه الحلوه مع صرف زراعي وازرع بيه. اما الصرف الصحي انا عايز اعرف بس مين ادى تصريح من الصرف الصحي انهم يرموا في المصارف بتاعه الري او ترع. مين اللي اداهم التصريح ده؟ دي علامه استفهام. رقم 2 انه المصرف ده بيرمي في فرع رشيد. ده النيل فرعين، مش رشيد ودمياط. الفرع بتاع رشيد ده بيمشي في تلتينه ميه والتلت الثاني صرف صحي. والمحطات اللي موجوده هنا حضرتك موجوده بتحل ايه؟ طيب ده بتحل صرف صحي. يعني هذه المشكله دي المشكله. الحل بقى يا استاذ الحقيقه يا استاذ محمود، حضرتك برضه مجلس الاداره في النقابه بتاع العامه الفلاحين لما طلع على ارض الواقع وشاف المشكله دي، الحل ان جنب المحطه الحلزونيه في اخر الطريق الابيض ومحطه التنقيه اللي في ابو رواش، بدل ما مصرف ال20 ده اللي بياخد الاربع صرف الصحي بتاع 4 محطات ويرميهم في المصارف دي، يتم حفر قناه جديده في الجبل، لان محطه التنقيه دي في ابو رواش في الجبل. يعني انا عايز اعرف المسؤول ده لما عارف ال4 محطات في الجبل، احول المجال بتاعتهم للارض الزراعيه والمصارف وانا ورايا جبل، ورا المحطات جبل. طيب لما انا اشق قناه تخش في الجبل تسقي ايه بقى؟ احنا عرضنا برضه في النقابه، قال لك ممكن تسقي يزرع عليها تيل ويزرع عليها غابات واشجار وجميع المزروعات اللي هي ممكن تزرع عليها. طيب يعني انت عرضت دلوقتي المشكله والحل من وجهه نظرك. ليه حضرتك؟ لان الفلاح دلوقتي جميع الفلاحين نايمين في المستشفيات مرض وبائي كبدي وكلوي. من ايه؟ المشكله اهي، احنا عرضنا المشكله وحلها، وعايزين الفلاح يبقى راجل قوي عشان يشتغل وينتج، ما يبقاش راجل مريض. واحنا بنضم صوتنا لصوتك في هذا الموضوع. طيب الاستاذ بدير بقى، يعني قبل ما نختم حوارنا وانت طرحت قضايا مهمه كتيره جدا. لا ده احنا تحدثت عن قضايا مهمه جدا. لا الدوره الزراعيه واحنا ما انت اتكلمت عن الدوره الزراعيه. ما انا ما قلتلكش، ما انا اتكلمت عن المبيدات وغش المبيدات. اما نزرع مليون فدان الاكتفاء الذاتي بتاع بس خلي بالك احنا بنراعي ايه؟ احنا المشاهد بتاعنا مش كله مزارعين، معانا مشاهدين اخرين. ماشي، هتكلم بس على معانا في التفاصيل. عاوزين نحط يعني ايه عناوين عريضه، وعايزين عناوين عريضه بتساعد المشاهد معانا انه يتابع القضيه دي بالظبط. فانت اتكلمت دلوقتي عن غش المبيدات. اتكلمت عندك ايه في الدوره الزراعيه عاوز تستكمله؟ الدوره الزراعيه انا عايز استكمله. اما ازرع مليون فدان، الدوره الزراعيه كل 3 سنين اسمها على التالي، كل 3 سنين بتزرع نفس المحصول. لان اما اجي انا ازرع مثلا ارض رز السنه دي وانت تاخد مني بسعر معين انك تكفي، واخد بالك السنه الجايه هزرع حاجه ثانيه. وفي جزئيه ثانيه خطيره، احنا اكبر دوله على مستوى الجمهوريه بتمثل على مستوى العالم بتمثل سفارات بره، واخد بالك؟ فيها ملحق تجاري. الملحق التجاري ده فايدته ايه؟ فايدته ان هو يقول للبلد ده عايزه كذا ازرع له، للتواصل مع نقابه الفلاحين، عايزه كذا ازرع له. انا من خلال النقابه ان انا اوزع النشرات ديت واقول في كذا كذا، اللي ما ينفعش لاوروبا ينفع لافريقيا. مظبوط. واخد بال حضرتك؟ في جزئيه ثانيه هم بيتكلموا عن مشكله القمح ومشكله القمح ومشكله القمح، وعاملين وجايين دماغنا على مشكله القمح. مشكله القمح حلها بسيط جدا. واخد بال حضرتك؟ ترشيد استهلاك القمح. انت لما تروح عند الغرب او تروح في شرق اسيا بياكلوا ايه؟ انا ما شفتش فران طوابين في العالم كله الا في مصر.
طوابين وطوابير والحكايه دي والروايات اللي احنا شايفينها دي وجعان دماغنا فيها دي. طيب هو لو كل طبق سلطه مكون من 7 عناصر هيفيدوا جسمه، مش هيمرض، مش هيصرف. احنا 55% من دخل المواطن المصري بيصرف على الغذاء. عليك بقى بالنسبه للادويه، كل بيت تخش اي بيت فيه ادويه شيء وشويه اجزخان، واخد بالك ده من نتيجه ايه؟ لانه ما بياكلش. تلاقي الراجل قد كده وعنده انيميا من قله الاكل. طيب قله الاكل ايه؟ لانه هو بياكل عيش. العيش ايه؟ مره طبق سلطه، شريحه توست، واخد بالك، شريحه لحم، هذا الاكل اكتفى بيه عليه طول النهار، خد وجبه كامله متكامله ما بيعياش. طب انت دلوقتي اكبر مستهلك على مستوى العالم في الغالب عندنا في مصر، اكبر مستهلك. ليه؟ لان قله الاشياء. اصل المشكله ديت عايزه تحل من كذا جهه. بيقولوا 70 كيلو قمح لكل مواطن ده مصري 190. في السنه. ده احنا ده 190 تقريبا. ده كان كان وزير الرقم الزراعه كام ابو سنة؟ حديد قال 190. 190 كيلو. 190 كيلو. احنا عايزين نخليهم 90. من 30 ل 40. هقول لحضرتك على حاجه. اصل ما تحطليش قدام العلب ب 10 جنيه وقدام الكيلو الدقيق ب 7 جنيه وانا هاخد الكيلو الدقيق ب 7 جنيه. اولا دي مشكله لازم تحل من جميع العناصر، مش من نقابه الفلاحين بس. ما هو انا لازم ارخص كل حاجه. الدعم، ادعم الفلاح ازاي عشان يجيب لي منتج كويس، عشان ما اصرفوش. ليه انا بعمل في الميزانيه العامه بتاعتي واصرف علاج على نفقه الدوله قد كده؟ ما دام اصرف مليارات على نفقه الدوله على العلاج، طب ما نصرف اكل. صح. ومش هيعيب. ادي جزئيه. ما اكل، واخد بالك، ده هيجي منين؟ الثقافه تكتسب منين؟ من التلفزيون، ومن كتاب السيناريو، ومن الاعلام، وازاي ناكل وازاي نشرب، نثقف الناس تاني. ما هو ما يحوش فلوس، ما هو الثقافه بتاعته متعود على كده انه ياكل الاكله دي. لا عوده بقى ياكل ازاي. احنا بنتمنى بقى نقابه الفلاحين تتبنى هذه ده هتعمل وتقدمها للحكومه دولة، ويبقى لكم تنميه سينا، ويبقى لكم ممثلين كمان في البرلمان القادم. وبعدين انا مش عارف، كل واحد يطلع يقول لي لا ده احنا مش عايزين نمثل بتاع ده 50% فلاحين. انا بقترح وبدعوك ان انت تنزل انتخابات في المرحله الجايه. ازاي تلغي اكبر شريحه في المجتمع. استنى بعد اذنك يا استاذ. وبعدين في عمق استراتيجي عندك انت اعمار والمجلس الاعلى العسكري تفضل مشكورا بالتعمير سينا. المجلس الاستراتيجي بتاعنا لازم نعمره. عندي ريدي في المنطقه الغربيه لازم اعمرها. طب اعمرها ازاي؟ ما هو ما تودينيش ازرع هناك وما تسيبليش بيت. اولا تجيب لي بيت، ان جبت لي بيت مش هروح برضه، مع ارض مع ميه. واخد بال حضرتك؟ مش هروح، لان لازم توفر لي مدرسه ولازم توفر لي مستشفى. مجتمع كامل متكامل اسنقل هناك واخد اسرتي. طيب يبقى عندك البعد الاستراتيجي الغربي، المنطقه الغربيه، ليبيا ما انتش عارف ايه اللي هيحصل فيها، والنت والغرب يحطوا هناك. كفايه اللي حصل في الخيبه اللي حصلت في السودان. طبعا احنا يعني بلا شك بقى لنا 14-15 حلقه في مقام الفلاحين، يمكن دي مش هيكفي قضايا عديده، دي مش هيكفي. لكن عاوز اقول انت الرساله اللي انت عاوز تبعث بيها، ونحن نستعد لاستقبال عيد الفطر المبارك، ايه رسالتك وتوجهها لمين باعتبارك نقيب الفلاحين في المحله؟ رسالتي بهني الشعب المصري كله بحلول عيد الفطر المبارك، وبهني بثورته المجيده، وبهني القوات المسلحه انها وقفت جنب الثوره، وبهني فلاحين مصر بالنقابه بتاعتهم، وهتبقى اكبر نقابه، وبدعوهم للانضمام لها، وهنجيب لكم حقكم لان انتوا احسن ناس، وانتوا الناس الوحيدين اللي ما بتهربوش من الضرايب، غيركم بتهرب من الضرايب. احنا الفلاحين مصر هم اللي بيصرفوا على مصر النهارده من دخل قناه السويس ودخل قناه السويس القومي، وفي مشاريع قوميه المفروض تتعمل على قناه السويس، على ضفه القناه. لان اقول لك على جزئيه خطيره، اللي بتجيبوا القناه النهارده ممكن ما تجيبوش بكره، لان الاحتباس الحراري وروسيا دلوقتي صنعت 37 سفينه عملاق لاختراق الجليد، بتاخد من الشمال للجنوب، فبتوفر 30% من الوقت ومش هتدفع غرامه. لازم نشارك البلاد الكبيره ونجيبهم على قناه السويس. ده دبي اللي تعتبر في عاطفه على الخليج، عاطفه عامله منة حاويات، ما بنعملهاش ليه؟ انا مش عارف اعبر لك عن سعادتي. انا مش عارف، انا عندي افكار كتير. انا مش كان زمان بيتكلموا عن الفلاح الفصيح، احنا معانا الفلاح البليغ. الله يخليك، الله يخليك يا باشا. استاذ مجدي بقى، يعني بعد ما سمعنا الفلاح الفصيح والبليغ والهديه اللي قدمها لنا، دايما الاستاذ محمد عبد الله بتقدم لنا هدايا وبنكتشف جوايا داخل هذه النقابه. للاسف يعني احنا بنستكمل مع بعض، يعني في حلقات متصله، يعني هنخلي الاستاذ محمد ان شاء الله نجيبك تاني باذن الله. انا عندي كلام كتير وافكار كتير في البلد دي. طبعا انت متفائل بمستقبل نقابه الفلاحين؟ طبعا جدا، لان دي الاول كان قبل، يعني احنا بنشكر شباب الثوره وتحيه لشهدائها. فنقابه الفلاحين نشأت بعد الثوره برقم 466 لسنه 2011
فنشأت بعد الثوره. انت عضو مؤسس فيها من ساعه ما ظهرت. الحمد لله. فطبعا لولا الثوره لولا نقابه الفلاحين، فلما اتنشأت نقابه الفلاحين دي بتعبر عن الفلاح، لان الفلاح كان مهضوم، ملوش نقابه، ملوش تامين صحي، ملوش معاش. دلوقتي الحمد لله بقى يبقى له معاش، له تامين صحي. الاراضي اللي كانت بتتوزع على الكبار واحنا ما نعرفش عنها حاجه، الغلبان اللي زينا عايز يروح ياخد 5 فدادين او 10 فدادين ما بيلاقيش، وبيقولوا له ما فيش. النهارده عن طريق النقابه نقدر نطلب ندي للاخوه الاعضاء اللي فيها ارض في الصحراء. بس يعني الاجتماع الاخير ده بتاع مجلس اداره النقابه كان فيه مشكله بتاع برضه ايه خاصه بالري بخصوص الابار. ده حضرتك كان الاول بيعمل على الفدان 230 جنيه زائد نص في المية على اللي اقل من 5 فدادين. راحوا مطلعين بعد كده لائحه السيد الدكتور نصر علام وزير الري السابق بقى عمل 230 رسوم زائد 260 جنيه عينه مياه زائد 250 جنيه لكل فدان على المساحه الاقل من 5 فدادين. نمره 2 عمل اكتر من 5 فدادين سواء في الارض القديمه او الجديده عمل 1500 زود جنيه الرسوم 1500 جنيه رسوم زائد 250 جنيه على الفدان. طيب يعني يضرب بقى في 10 انت مطلبك ايه في موضوع الرسوم ده؟ بتطالب انا بطلب هذه الرسوم بالكامل؟ انا بطلب حضرتك لا ده في لائحه بقى بتقول ايه، علما بان في لائحه قديمه بس هم ما بيطبقوهاش. بيقول لك ان اللائحه القديمه 150 جنيه فقط الفلاح يدفعها ويتم عمل البير. دلوقتي بيدفع رسوم للري، يجي مهندس من الري يقول له اشراف حفر 30000 جنيه و1500 جنيه رسوم و260 جنيه. لان الوقت يداهمنا. انا بطلب من السيد وزير الري ان اي حد الاخوه الفلاحين اللي مشاكلهم كترت علشان الابار دي هم رايحين خدوا ارض في الصحراء وبيزرعوا ما بيعملوش حمامات سباحه. احنا بنضم صوتنا لصوتك في هذه القضيه ايضا، وهذه المساله، وهنتابعها مع وزاره الموارد المائيه وهنتابعها ايضا مع النقابه. يعني احنا في ختام هذا الحوار بيسعدنا ان نشكر الاستاذ مجدي ابو العلا نقيب الفلاحين بالجيزه، بنشكر الفلاح البليغ الاستاذ بدير حمد نقيب المحله. وتذكر هذا الاسم لان انا اللي مره اطلقت يعني الفلاح الفصيح على الحاج شوقي النجار الله يرحمه، كان عندكم الغربيه تفتكر كان عضو شورى وشعب وليه ابنه حسن النجار، فكنت انا سميته الفلاح الفصيح، لكن بنديك انت لقب الفلاح البليغ. الله يبارك. شكرا لكم اعزائي المشاهدين. بعد الفاصل لقاء حول حزب نهضه مصر مع الدكتور احمد ابو نظر وكيل مؤسس الحزب.